3 و9 كام؟ 12. طب والله حلوه دي، تنفع في الهوم سكولينج في البيت. اول شاشه تفاعليه مصريه ضد الكسر. ازيكم؟ بما ان عندنا وقت كده قبل التريننج، خليني اوريكم حاجه من الحاجات الجامده اللي بشتغل بيها مؤخرا وفرقت معايا وهتفرق مع اي حد شغال في مجال التريننج او التدريس، او حتى الشركات اللي هي عايزه تعمل في الميتنج رومز بتاعتها انتر اكتيف سكرين. دي بقى ايه؟ دي اسمها تاكت بانل. تاكت بانل دي هي اول شاشه تفاعليه مصريه ضد الكسر. الموضوع جامد جدا لان في تحديات كبيره جدا للناس اللي هي بتشتغل في مجال التريننج وعايزه انتراكتيف سكرين، بتدور دايما على شاشات تقدر انها تحطها في الميتنج رومز بتاعتها او في مجال التدريب. بيلاقي ان اسعار الشاشات دي جديده غاليه جدا، ولو انت مش هتقدر تدفع الفلوس بتاعت الشاشات دي فانت هتروح تشتري شاشه مستعمله او استعمال الخارج، وبالتالي بتفقد الميزه الاساسيه بتاعت الضمان او الدعم الفني بعد ما تشتري الشاشه. فهنا التعاون اللي حصل ما بين انتر اكت لابس وما بين الهيئه العربيه للتصنيع ان هم قدروا يصنعوا اتنين في واحد، ده تلفزيون وشاشه تفاعليه في نفس الوقت. طلعوا حاجه اسمها التاكت بانل. فالفكره حلوه وهتساعد ناس كتير، والسعر كمان في الاخر هتلاقيه مناسب جدا. فانت هتشتري شاشه جديده سعرها حلو، بضمان 3 سنين من الهيئه العربيه للتصنيع، وكمان بتاخد دعم فني من انتر اكت لابس. دي اهم حاجه، يعني دي اللي احنا محتاجينه. وكمان موضوع ضد الكسر ده مش هتلاقيه في اي شاشه تفاعليه، وبالذات لو الحاجه بتتحرك. طبعا الشاشه بتتباع زي ما هي كده، انا اللي جايب لها الحامل اللي بيتحرك ده. فانت لو بتحرك شاشه كتير او عندك اكتر من قاعه او هكذا، فموضوع ضد الكسر ده من الحاجات. يعني انا ندمت في شاشه قبل كده او دفعت فلوس كتير قوي في شاشه قبل كده لانها اتخبطت وهي بتتحرك. فيعني في حلول حلوه باسعار حلوه وصنع في مصر. فانت لو رحت اي سي تي حتى هتلاقيها معروضه كده وفخر الصناعه المصريه، فهي حاجه جامده. خلينا اكلمكم كده بالتفاصيل عن الشاشه دي واقول لكم ايه المميز فيها او تقدر تقدم لكم ايه. الشاشه دي 65 انش، وهم عندهم كمان اوبشنز من اول 55 انش لغايه 98 انش، وكلهم فيهم الاوبشن بتاع ضد الكسر ده. طبعا الشاشه بتيجي بيبقى معاها حامل حائطي ومعاها 2 ريموت للتلفزيون، لان زي ما قلت لكم كده هي 2 في 1، تقدر تشغلها تلفزيون او شاشه تفاعليه. ريموت للتلفزيون وريموت تاني اسمه سمارت ريموت عشان تقدر منه تعمل فويس كوماند ويشتغل عن طريق البلوتوث. وطبعا عشان تستخدمه كشاشه تفاعليه بيجي معاها القلم ده اللي تقدر ان انت تستخدمه في الكتابه، او حتى لو انت عايز تستخدم ايدك في الكتابه فهي بتسبورت برضو الموضوع، مش بس بتستك للقلم بتاعها. طيب خلينا نتكلم كده على التفاصيل الفنيه لهذه الشاشه. الشاشه دي 4K سكرين، فيها انترنال ريسيفر يعني تقدر تشغلها كتلفزيون عادي خالص، 3 HDMI و2 USB وبورت لللان. وفيها ميزه حلوه ان هي فيها واي فاي وبلوتوث، فتقدر ان انت توصل انترنت عن طريق اللان، والشاشه نفسها تطلع هوت سبوت للناس اللي موجودين. الشاشه بتشتغل باندرويد 13، وبالتالي تقدر ان انت تنزل اي ابلكيشنز ليها علاقه بالتلفزيون عادي خالص، اليوتيوب، نتفليكس، فيسبوك، سكايب، وتقدر تنزل عليها الابلكيشنز الخاصه بالانتر اكتيف سكرينز. وكل ابلكيشن بقى بتلاقي فيه فيتشرز مختلفه انت عايز تستخدمها، سواء كان انت هتستخدمه للكتابه او سواء كان بص، وانت تقدر كمان تفتح عليها ويب سايت. يعني لو انا دلوقتي جيت كده مثلا بشرح على ويب سايت معين، احرك دي سكرين كده هيفتح الويب سايت، اكتب اللي انا عايز اكتبه هنا، اشغل عليها يوتيوب فيديو، عايزه لود صور معينه، عايزه بعد ما اخلص سيف اللي انا كتبته ده وابعته على الايميل، اقدر اعمل الكلام ده. فيها بقى حاجات ليها علاقه بالتعليم، ان انت مثلا لو عايز تقيس زاويه معينه، عايز بص مسطره بتقيس حاجه، بتشرح حاجه. يعني بتفرق جدا مع المدرسين، اظن يعني هتفرق جدا مع المدرسين، لان ممكن تنزل عليها ابلكيشنز كتير جدا ليها علاقه بالتدريس. ده لو انت عايز تستخدم النسخه العاديه منها اللي هي بتشتغل بالاندرويد. طب لو انا عايز استخدم النسخه الثانيه اللي هي بتنزل بويندوز، يعني هي بتسبورت الويندوز والاندرويد. بس قبل ما انقل للويندوز والاندرويد، انت تقدر عادي على النسخه الاولانيه ان انت تعمل كاستنج من اللابتوب بتاعك، وتاخد يو اس بي كيبل توصله باللابتوب، واللابتوب هيعمل ميرورنج هنا، وتقدر تستخدم اللابتوب برضو تاتش. يعني تقدر تتاتش كل حاجه ليها علاقه باللابتوب. بس انا مش عايز اوصل لابتوب بقى، تقدر ان انت تطلب الفيرجن الاعلى اللي هي بيبقى فيها، تعالي كده قربي، بيبقى فيها هنا ويندوز كده. مبروك، بقى عندي ويندوز بالكامل اقدر استخدمه بالتاتش. بصوا حاطط اهو الدرايف بتاعي، كل الفولدرز بتاعتي هنا اهو. لو انا عندي برزنتيشن مثلا معين عايز افتحه اقدر افتحه، انزل عليه بقى السوفت ويرز اللي انا عايزها، اقدر بقى عن طريق الكليكنج اقلب ما بين السلايدز بتاعتي. اقدر كمان ان انا اعمل هايلايتنج على حاجه معينه موجوده في البرزنتيشن في الشرح بتاعي عن طريق الانتراكتيف سكرين. فهي الصراحه فكره حلوه قوي، فكره ان انت يبقى عندك اندرويد سيستم وويندوز موجودين في سكرين واحده، وزنها خفيف، جديده، ضمان 3 سنين.
فالفكره جامده، هتعملها كاستنج، هتشتغل على اندرويد، هتشتغل على الويندوز، وتقدر تشتريها من اول 55 انش لغايه 98 انش. كده حاجه من الحاجات اللي تاكت عاملينها حلوه، ان هنا في ابلكيشن اسمه تاكت، هو عباره عن ماركت بليس لكل الناس اللي بتشتغل في مجال التدريس. هتلاقوا عليها بقى كل الابلكيشنز المخصصه للتدريس بقى، سواء كانت ماث او بينت لو انت عايز ترسم، او حتى لو انت عايز تعمل حاجات علميه، اناتومي مثلا. فتلاقي ابلكيشنز مخصصه للشرح. يعني انا هنا لو جبت كده مثلا واخترت ده، بصوا بقدر اشرح بقى على الحاجه اللي انا عايزها، واكبر او اصغر عن طريق المالتي تاتش. بصوا واشرح اللي انا عايزه. ولو انا عايز اكتب كمان اقدر اكتب على السكرين بشكل سهل جدا كده. ونشوف ابلكيشن تاني. لو انا عايز اعمل مثلا ماث، ده ابلكيشن خاص بالماث حاجات بقى للاطفال. بلاي دي لعب. اوه ماشي. 9 و6 كام؟ 15. انا عايز اختار من هنا 15. اوه صح، 9 و6 يا ابني ما 15. 3 و9 كام؟ 12. طب والله حلوه دي، تنفع في الهوم سكولينج في البيت. 3 و3 6. يعني لو عندي في البيت شاشه زي كده وجبت بقى ال 55 انش الصغيره يستخدموها كتلفزيون عادي، ولكن وقت المذاكره اقدر اذاكر على الشاشه، لان هي انتراكتيف سكرين وبتخلي التعلم فيه متعه كده للاولاد. الجيل الجديد من الاولاد يقدر ان هو يتعلموا بشكل اسهل. 1 و5 6. الموضوع اتسحلني على فكره، انا باخد سكور حلو 8 و2 10. احنا عايزين ليفل اصعب من كده. انا عايز اقوله في الاخر، انت دلوقتي هتقدر تشتري شاشه جديده بضمان 3 سنين، اي مقاس انت عايزه ضد الكسر، وليها دعم فني، ودي حاجه مهمه جدا، وسعرها كمان منافس مقارنه بالانتراكتيف سكرينز اللي موجوده في السوق. وحاجه مهمه ان دي اخف شاشه موجوده في الماركت. دايما الانتراكتيف سكرين وزنها ما بيقلش عن 50 كيلو، احنا هنا بنتكلم على نص الوزن تقريبا. ودي حاجه من الحاجات الحلوه اللي تخليك تقدر تعلقها على الحيطه وانت مرتاح بالحامل اللي بيجي معاها. سعر التاكت بانل ال 65 انش للفئه الاولى اللي هي اندرويد بس هو 43,000 جنيه، وعليها خصم خلال شهر نوفمبر بقت ب 39,000 جنيه، وده سعر عبقري. ولكن لو انت بقى عايز تشتري النسخه اللي فيها ويندوز فهي سعرها 49,000 جنيه، ونازله خلال شهر نوفمبر ل 44,000 جنيه. 65 انش تفاعليه بالضمان ضد الكسر وميد ان ايجيبت. الموضوع جامد، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في اول كومنت. وهم كمان بيصدروا للسعوديه والاردن والعراق. ولو انت عميل قديم وعندك جهاز تاكت تقدر تبدله منهم ويدوا لك سبيشال ديسكاونت على التاكت بانل. فقولوا لنا كده، الموضوع جامد ولا مش جامد؟